قام في الفجر، في ساعة فجر معناها، هو لاعب كرة قدم سابق. لعبت معاه أنت يعني؟ لعبت معه ليس كثير، أي. ولم يكن قريب مني بشكل معناها بشكل علاقتي لم تكن معناها، لا كنت نتكلم انا وياه، مع كنت لاعب بعرفه كما كجل تو اليوم نعم. نسمي لك لاعبين. نعم. لكن لما تواصل معي انا فتحت كانت فيسبوك في الوقت هذاك، فشاهدت السيارة انه كانت حادث كان أليم يعني توفى. سبحان الله بقيت في الغرفة انتابني خوف شديد، خوف من الموت بشكل. انا اليوم والله انا دي من وين نحكي القصة نتأثر، لانه الخوف اللي شعرت به، خوف اللي كان في قلبي، واشعر كأنه كالهاتف يقول لي انت والله سبحان الله رسالة هاتفية من الله. ايه هذه فرصة الأخيرة لك. اليومنا هذا انا اتذكر الصوت، واليومنا هذا الخوف. شوف سبحان الله، لأنه ربي عز وجل طمئنا بقبول التوبة. نعم. فالإنسان لا يقنط، أنا لا أقنط من رحمة الله، لكن اليومنا هذا الخوف بعض الأحيان ينتابني، يخاف أني لا أموت على الإسلام. نعم. فأسأل الله أن يغفر لي، فهمت؟ سبحان الله. من نتذكر الواحدة بقيت في الفرش في الغرفة لغاية يمكن المغرب، فقمت في المغرب جيت في المغرب حقيقة أتذكر اليوم صلاة المغرب، قمت الطهارة وصليت. فلما سجدت بقيت يمكن مش عارف في المغرب بقيت ساجد، لم قدرتش نرفع راسي، أشعر أنه حمل وكانت غمام هكا انشال من فوقي ومن عندي. وانا اليوم هذا نشعر بالاستحياء حقيقه من دائما انا اقول ما ليس لي كلام، لانه ربي عز وجل منحني كل شيء.